السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالمتابعين ديال العزاز، خوتي خواتاتي. تحياتي للمتابعين ديال جريدة فيسبريس وكذلك ديال الشارع نيوز. تحياتي لكم كبيرة خوتي العزاز. خوتي العزاز، كيف ما تشوفوا حنا الآن مباشرة من أمام محكمة ابتدائية ديال مدينة فاس لمؤازرة الأخ الخزان. حنا عندنا ثقة كبيرة في القضاء، فداك الشيء علاش جينا هنا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يفرج على خويا الخزان، وعندنا ثقه كبيره في القضاء. كيف ما تنقولوا في اللايفات ديالنا الفيديوهات ديالنا، دائما عندنا واحد القضاء في البلاد اللي هو نزيه، فداك الشيء علاش ما نخافوش، وكاع اللي توجه للقضاء فانسان تيكون وطني وتيطلب بحقه. فهاد الناس اللي توجهوا للقضاء فمرحبا بهم والف مرحبا. فكذلك كيف ما تنقولوا دائما اللي عنده شي حاجه يتوجه للقضاء، فهكا افضل وهكا احسن ما نكونوا تنضربوا في الاعراض، ولكن لا للظلم، لا للظلم بعض الناس اللي تظلموا بعض الاصدقاء وبعض الاخوان والاخوات. اما بالنسبه للقضاء عندي ثقه كبيره في القضاء، وانا واقف هنا من اجل القضاء، وواقف هنا فرحان بانني من اجل القضاء، وغادي نبقى ناضل دائما وغادي نوصل كلامي الكلام ديال الحق، ولا داعيه لبعض الشوشره والبعض العناوين اللي كاينين في اللايفات دابا اللي تيكتبوا واحد العناوين اللي هي خطيره، عناوين مزيفه، عناوين كاذبه. ناس تيديروا لايفات وتيبغيو يشوشوا على السمعه ديال واحد الانسان، وتيبغيو يمروا بعض المغالطات لبعض المتابعين. فهذا هو اللي تيحز في النفس، لان بعض المتابعين مساكن تتفرجوا في لايفات وتسمعوا مغالطات اللي هي صعيبه في اللايفات، وهذا الشيء هذا ما تيقبلوا حتى شي واحد. واش غادي نقول لكم من الاخر؟ اللهم تعالى فاجئها على خويا الخزان، والله يجعل القلب سميح والقلب بيض. الخزان الا غلط، الخزان الا دار واحد الخطا، الخزان راه ماشي لخاطرو. الخزان اخواني الكرام تضرب من بعض الناس في الاعراض ديالو، في الاعراض ديال الام ديالو، من بعض الناس لا داعي نسمي، لان الخزان الا كان دار واحد الغلط، الخزان راه خرج بدون شعور. الخزان حتى هو من الناس الاوائل اللي تضرب في الاعراض ديالو والاعراض ديال مو، وكاينين فيديوهات ولايفات اللي تيشهدوا على هذا الشيء هذا، بحجاج ودلائل. كاين الناس اللي حطوا له الصور ديال الاب ديالو تيعايروه، كاين الناس اللي حطوا له الصور ديال الام ديالو، كاين الناس اللي سموا له مو، كاين الام ديالو مسكينه مريضه بالسرطان وعايروها بالسرطان وسبوها. يا اخواني الكرام ايها المواطنين المغاربه، تنقول خويا الخزان من هذا المنبر مع كاع الاخوان هنا مساندينك وتدعيو معاك، لا اخوان اصحاب القنوات ولا متابعين. تنقول لخويا الخزان عندنا الثقه في الله وفي القضاء، الله سبحانه وتعالى مع الجميع. واحد النقطة، أنا شي ناس ما طاحوش على الباب اللي اكيد غيسولوا في الخزان ويسولوا اكيد من الطرف الثاني. اكيد من طرف ثاني، ومتابعين من طرف ثاني، وقنوات من طرف ثاني، لان هذه المساله هذه ما فيهاش حسابات شخصيه. ملي تيكون اخ ديالك او اخت طايحه في واحد الموقف، والناس هادو راه عارفين الحقيقه اللي تواصلوا معايا. علاش هما تواصلوا معايا؟ راه ماشي غير جاو تواصلوا مع كنوز، لانهم تيعرفوا كنوز من الناس المقربين للخزان، وتيعرفوا كنوز هو الخزان والخزان هو كنوز. داكشي علاش تواصلوا معايا. انا تواصلوا معايا هاد الناس تنشكرهم، ومهما تواصلوا معايا فعارفين الحقيقه، عارفين الخزان الا دار واحد الغلط او غلط، عارفينه مضغوط، عارفينه تسب في الام ديالو، عارفينه خرج بدون شعور. فتنحيي جميع المتابعين والمتابعات واصحاب القنوات اللي تعاطفوا مع هذا الشاب المغربي هذا، لان الناس عارفين الحقيقه وعارفين الخزان باللي تضرب في الاعراض ديال الام ديالو وتقصح مسكين بزاف، وكذلك الام ديالو، وتهموه بزاف ديال الاتهامات. فتنقول لك خزان رجوله ولا عزاء للحاقدين. انت بحكم انك صديق مقرب نعم للخزان، نعم. يعني كيفاش تحفظ الغلط هذا يعني من بعد هذه المده وهو في العالم الاحمر؟ اختي العزيزه، الخزان عنده ضغوطات بزاف، كيف ما قلت لك، تسب في الام ديالو، تعاير بالاب ديالو، تحطوا له فيديوهات ديال الاب ديالو، تعاير بالسكيري، تعاير بالنصاب، تعاير بالشفار، تعاير بزاف ديال الحوايج. هو الشيء هذا كامل ما فيهش اختي العزيزه. انسان صالح، شاب خلوق، شاب اللي تيطوع والديه، تيخدم على والديه، وواقف مع والديه في السراء والضراء. فداك الشيء علاش نقول لك اختي العزيزه، اللي ما عرفك خسرك. فهاد الناس اختي العزيزه اللي من الطرف الاخر اللي يسولوا على الخزان وتعاطفوا مع الخزان ووقفوا مع الخزان، فهم عارفين الحقيقه ولكن ما قدوش يخرجوا بها. انا تنقول للناس اللي دايرين الشكايات بالخزان، تنقول للناس اللي دايرين الشكايات بالخزان، تنقول لهم اتقوا الله. فهاد الشاب هذا، راه ما دار لكم حتى شي حاجه. هاد الشاب هذا الا غلط فيكم خوتي العزاز، رجعوا للذكريات، رجعوا اللايفات اللي تضرب فيهم خوكم الخزان، وعرفوا بلي خوكم الخزان راه مظلوم، وعرفوا خوكم الخزان الا غلط فيكم وقال فيكم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، فعرفوا الخزان ماشي لخاطرو. فالخزان دابا في الحراسه النظريه من اجل الام ديالو ومن اجل الاب ديالو. حتى شي واحد ما غيرضى على هذا الشيء، وحتى شي واحد اختي العزيزه ما غيصبر على الضغوطات هذه. بالنسبه لهاد زمة اللسان، يعني
واش كتكون عن استفزازات ولا هو اختي العزيزه ما قصدش حتى شي وحده باش نهضروا منطقيا، ما قصدش هاد الاخت هذه اللي دايره به الشكايه دابا، ما قصدهاش. هو تجاوب مع واحد الشخص، هذاك الشخص اللي سب له الام ديالو، ماشي هاد السيده هذه اللي دايره به الشكايه. هاد السيده اللي دايره به الشكايه لا علاقه لها باليوتيوب، ما عندهاش القناه؟ ما عندهاش قناه وهي ما تتسبوش وهو ما تيسبهاش، هي باش نهضروا منطقيا يعني بعيده هي على اليوتيوب. هو كان تيترد مع واحد اللي سب لامو، فهمتي؟ واحد اللي سب لامو هو اللي ترد معاه ماشي هي، ولكن هما اولوا وسمعوا وكما ديالو شكون اللي كنقصد؟ لا ما قصدهاش اختي العزيزه وما ذكرهاش بالاسم ديالو. ونتحدى اي واحد يطلع لاي منبر، يجي عند المنبر ديالكم محترم ولا يمشي عند اخوانكم ويحط لنا هذا المقطع، لانه جبد الاسم ديال شي وحده من هاد الاخوات هادو اللي دايرين الشكايه. الا كان جابد الاسم ديال هاد الاخت هذه اللي دايره به الشكايه دابا، الا كان جبد الاسم ديالها، انا من الناس الاوائل اللي غندافع عليها وما غنكونش منافق. ولكن الا كان جاوب واحد الانسان برده فعل، لانه تخيلي معايا اختي العزيزه واحد يقول لك امك تتسعى بالفرج ديالها لانها مريضه بالسرطان، باش غتجاوب انت هذا الانسان؟ ربما هو جاوب ذاك الانسان وهما قالوا فلانه وسيري ديري شكايه وكذا، وها هو سبك وضرب لك في الاعراض ديالك. ولكن الاخ خزان انا عارفه انسان محترم وما يقدرش يزعم ويبسل على هذه السيده ويقول فيها هذا الكلام هذا، والله ما يقدر اختي العزيزه. دابا انت اللي كنلاحظ في العالم الاحمر في اليوتيوب ما كيبقاش حسابات ما بينه وبينك، كيولي كندخل فيها الام ولا نعم تصفيات حسابات، لان الانسان ما بقاش كيدير لك، خصو يدوز لك بهذه الطريقه هذه. سبيتي لي اختي. كتكون عارفه بطبيعه الحال لان الانسان ما غيلقاش كيدير لك، خصو يدوز لك بهذه الطريقه هذه ويقول لك ضربتي لي في اختي وضربتي لي في اعراض ديال اختي ويدير بك شكايه. ولكن الاخ الخزان راه ما ضربش في هذه الاخت هذه وما سبش هذه الاخت هذه، فهو تجاوب مع واحد الانسان اللي داير بينا هو شكايات وحنا دايرين به الشكايات، وهو سبنا وسبنا والدينا وعندنا دليل، عندنا فيديوهات بالصوت والصوره اختي العزيزه، بالصوت والصوره. الاخ الخزان تجاوب مع شخص تا ولا طايح في هذا المشكل هذا. انا تنقول جميع المشاهدين والاخوان والاخوات، الا كان الخزان غلط واخا ما قصدش، الا كان غلط الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، وعندنا ثقه كبيره في القضاء وتنولي نكررها مره اخرى. لا ولكن ما بالوش شكايات وحده اخرين. ربما اختي العزيزه ما عنديش عليهم معلومات باش ما نقولش شي حاجه اللي ما عارفاش. الا كانت شي حاجه ضافت جديده او شي معلومات جديده او شي شكايات جداد ما عنديش عليهم معلومات وما عرفت شي حاجه على ديك الشكايات، ربما يكون شي حاجه جديده ونعرفوا عليها اكثر ونوليو نصرحوا بها. اما حاليا الشكايه اللي عارف هي السيده اللي مكناس اللي جايه دايره به الشكايه. الحالات الصحيه ديال الام ديالو عيانه بزاف، يرثى لها. الام ديالو اختي العزيزه لما هبط الاخ خزان للحراسه النظريه فقال لي خويا كنوز، قال لي ما تقولش الام ديالي، ما تقولش الاب ديالي، ما يمكنش ما نقول لهمش. انا خرجت من الولايه ديريكت للدار عند الاب ديالو. هادشي حقيقه اخوتي العزاز. الاب ديالو ما عمري ما تواصلت معاه رغم ولده صاحبي. مشيت للدار ما لقيتش الاب ديالو، خديت النمره من عند خوتو الصغار من الدار فتواصلت مع الاب ديالو. المفاجاه الكبرى هي انني تلقى بوحده الام ديالو للطبيب اللي هي امي الخزان، مشات للمستشفى تدير بعض التحاليل لانها مريضه. تما انا عرفت وتاكدت الخزان علاش قال لي ما تقولش الاب ديالي لانه في الحراسه النظريه. اكتشفت الحقيقه، فملي طلبت من الاب ديالو باش نشوفه، الام ديالو حست وقبل ما تعرف شنو كاين قالت للزوج ديالها الكريم، قالت له ولدي وقع له شي حاجه، مهما اتصل بك كنوز وبغى يهضر معك بينك وبينه، فاذا ولدي الخزان وقع له شي حاجه. ففعلا كان الاحساس ديالها في محله، وكانت والكبده ديال الوالدين ما تتكذبش، وحست مو باللي ولدها وقعت له شي حاجه. وكانت صدمه قويه لما كنت اتصلت مع الاب ديالو والام ديالو سمعت ذاك الخبر. فاختي العزيزه اصلا هي مريضه، ماشي على هذا المشكل هذا، هي اصلا مريضه، ولكن هذا المشكل هذا زادها. نطلبوا من الاخوان والاخوات يشوفوا غير في هذه الام هذه اللي مريضه، يشوفوا غير في هذه الام هذه. انا هذا الصباح راني جبت باه معايا في السياره ديالي للمحكمه، ومازال بين عيني النظره ديالها اللي خليتها واقفه في الباب وتتشوفني غادي، وما قدرتش باش تجي معنا، ما جاتش معنا المحكمه، جا غير الاب ديالو وخوتو الصغار والعواشر هذه والعيد هذا. وتبقى واسع النظر المحكمه الموقره والقضاء ديالنا، حنا راضيين باي حاجه دارها القضاء راضيين بها. هذا هو اللي كاين. رسالتي للقنوات كاملين، لا اللي ضدنا ولا اللي معنا، تنقول لهم شكرا لكم، واللي دار شي حاجه وقال شي حاجه راه تيتخلص، والله سبحانه وتعالى تيعلم على القلوب. حتى اللي تيشكروا ومن قلبه الله سبحانه وتعالى
تيجازيه على قد النيه ديالو. وتنشكر واحد الاخ باش ما ننساهش تنجبدو في اي لايف اي فيديو، تنشكر الاخ المواطن بزاف، وتنقول له خويا المواطن راجل ونعم الرجال، رغم الحاله الصحيه اللي راك فيها، رغم المرض ديالك اللي راك فيه، وقفتي مع الخزان ومديتي يد المساعده وناديتي بالصلح وساهمتي ومديتي يدك للصلح وشاركتي في الصلح ديال خويا الخزان ودافعتي على خوك الخزان. فتنقول لك خويا المواطن الله تعالى يقعد وسادك، الله تعالى يشافيك لوليداتك وترجع لهم في اقرب وقت. وشكرا لجميع القنوات، جميع ما يسمع جميع القنوات وجميع المتابعين.